احنا عايشين في زمن كله سرعة، الكل بيجري ورا الشغل والفلوس والمظاهر، بس وسط الزحمة دي في ناس بتنسى أهم حد في حياتهم اللي لو مش موجود كان زمانهم ولا حاجة. قصتنا النهاردة عن أم ضحت بعمرها كله، ضحت بكل حاجة عشان ابنها يعيش ويتعلم ويبقى راجل قد الدنيا، لكن لما كبر نسيها، نسي اللي رباه وسهرت عليه. اللي هحكيه دلوقتي مش حكاية فيلم، دي حكاية ناس كتير عايشة حوالينا. الأم اسمها فاطمة، جوزها مات وهي عندها 35 سنة وساب لها ولد صغير اسمه خالد. قررت تعيش عشانه وقالت أنا مش مهم، المهم ابني يكبر ويبقى أحسن مني. اشتغلت خياطة، كانت تقعد طول الليل تخيط عشان تصرف عليه. وهو صغير كان بيقول لها نفسي أجيب كورة زي أصحابي، تروح تبيع ذهبها عشان تشتري أي حاجة نفسه فيها. كبر خالد، دخل هندسة، وكانت بتروح له الجامعة ومعاها أكل البيت وتستناه عند باب المدرج بالساعات، وهو كان يقول لها يا أمي ما تجيش، شكلي بيبقى وحش قدام صحابي، لكن هي كانت تضحك وتقول أنا مش مهم، المهم ابني ياكل. خالد اتخرج واشتغل في شركة كبيرة وجاب عربية جديدة، بدأ يعرف ناس من مستوى أعلى، ناس ما ينفعش يوريهم إنه عايش مع أمه بسيطة. الأم كانت تقول له خدني معاك يا ابني أتمشى، نفسي أشوف الدنيا معاك. كان يرد يا أمي أنت كبرتي خلاص، إيه اللي يخليكي تنزلي؟ هي كانت تسكت وتبص في صور زمان، تفتكر وهي بتشيله وهو عيان وهي قاعدة تبكي وهو نايم في حضنها، لكن الوقت غيره وخالد بقى مشغول طول الوقت، شغل وسهر وصحاب. في ليلة من الليالي فاطمة صحيت مش قادرة تتنفس، قامت تخبط على باب أوضته وهو كان قافل الباب وبيسمع أغاني في السماعات. فضلت تخبط وبعدين وقعت على الأرض. الصبح خالد فتح الباب لقاها مرمية، خدها بسرعة على المستشفى. الدكتور قال له انت متأخر يا ابني، دي جلطة من الزعل والتعب. قعد جنبها وهي على السرير، قالت له بصوت ضعيف يا ابني انا طول عمري مستنياك تبصلي مش اكتر، وبدمعة صغيرة على خدها غمضت عينيها. بعد ما ماتت البيت بقى ضلمة، مفيش صوت بينادي عليه، مفيش ريحة أكل، مفيش ضحكة. قعد يقلب في دولابها، لقى دفتر صغير مكتوب فيه النهارده جبت الابن هدوم جديدة وانا ما اكلتش، النهارده تعبت بس كنت مبسوطة وانا بشوفه بيتخرج، يا رب ما اشوفش يوم يمشي فيه من غير ما يسلم عليا. خالد قفل الدفتر وفضل يعيط بالساعات، عرف ان الدنيا كلها ما تسواش ضحكة امه اللي ضاعت. خالد اتعلم الدرس بس بعد فوات الاوان، وانت اللي بتسمعني دلوقتي لسه عندك وقت. ما تسيبش امك او ابوك محتاجين كلمة منك او حتى حضن، الفلوس والشغل مش هينفعوك، لكن دعوة امك وابوك هتسندك طول عمرك. لو وصلت لحد هنا اضغط لايك وسيب تعليق بدعوة حلوة لجميع الامهات.